ده نوع يا جماعه من التفاوض اسمه اكوموديت، اللي هو اي خلاف لو قلت له قوم من على الكرسي ده هيقوم، هو عاوزه. اي خلاف بيتساهل فيه. لا 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 مفيش مشكله. يومين اجازه، يومين ايه اللي هتاخدهم اجازه دلوقتي؟ خلاص يا ريس مفيش مشكله وخلاص، خليها بعدين. إيه يا ابني على طول كده؟ يا ابني انا بعمل كده عشان اشوفك هتتمسك باليومين ولا لا؟ واحد ودود داخل لمديره بيقول له يا ريس انا عايز يومين اجازه، مديره ما عملش حاجه، راح بص له كده في الوقت اللي احنا فيه ده. خلاص يا ريس اللي تشوفه مفيش مشكله. يا ابني امسك في هدفك يا حبيبي، هو عايز يشوفك متمسك بالهدف بتاعك ولا لا؟ ما ده تفاوض، احنا كده دخلنا تفاوض. انما هو لو ثابت واقف على الارض، ما معظم المديرين عندهم سياسه، اكشف لكم برضو بعض اوراق المديرين واحنا ماشيين كده مع احترام المديرين اللي موجودين يعني. سياسه لا، ايه سياسه لا دي؟ ان اي طلب ينطلب قول لا. ليه؟ عشان اشوف اللي قدامي عنده جديه في الطلب ولا لا. انت داخل تقول له بقول لك يا ريس كنا عايزين نظبط بادجت كده بتاع 50000 جنيه هنصرفه على عميل، هو اوتوماتيكلي حتى لو عاجبه الحوار هيقول لك لا. ليه؟ هيشوفك هتمشي يبقى كده الموضوع ملوش لازمه فعلا. كويس ان انا قلت له لا، فيقول لك لا 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 50000 جنيه نصرفه على العميل. فلو قلت له خلاص مفيش مشكله ومشيت يبقى الموضوع مش سيريس مش جد. طب لو وقفت قلت له لا ليه يا ريس؟ ده انا ده هيفرق معانا في نص مليون، ده انا براهن ان انا اجيب 5 مليون منه السنه دي، وقعدت تجادل معاه هيديك بس هو قال لك لا، يشوف مدى جديتك في الموضوع. النوع ده في التفاوض اسمه لوز وين، انا اخسر والناس تكسب، ما عنديش مشكله تنازل يعني.